الحمل: كن صادقا مع الناس تكسب ودهم. الجوزاء: الأفضل التحلي بالصبر والهدوء. الأسد: أظهر مشاعر الحب والحنان لشريك العمر. لو حسيت ان الجمل دي بتنطبق على شخصيتك وفعلا بتوصفك، فانت مش لوحدك. فدي مجرد امثله بسيطه للجمل اللي ممكن تلاقيها في اي جورنال او موقع الكتروني فيه توقعات الابراج. واكيد في مره حسيت بالفضول وحبيت تقرا توقعات اليوم او السنه للبرج بتاعك وتعرف اكتر عن شخصيتك او تشوف مدى توافق علاقتك بشريك حياتك بناء على برجك وبرجها. فاكيد بعض الابراج مش بتلائم بعض، صح؟ خلاص كام يوم ونودع 2024 وندخل سنه جديده. وفي بدايه كل سنه بيحب كتير من الناس انهم يعرفوا التوقعات للسنة والابراج اللي هتكون اكثر حظا والابراج الاقل حظا. بس بيطلع كام واحد كده كل سنة ويقولوا ان قراءة الابراج حرام. فهل ده صح حتى لو قريتها من باب الفضول والتسلية؟ وهل فعلا بيبقى فيه توافق بين ابراج معينة وابراج تانية لا؟ وتوقعات الابراج اللي بنشوفها دايما دي ايه نظامها؟ بتبقى حقيقة ولا كذب؟ واصلا ايه اصل الابراج وبداية ظهورها وحقيقة ذكرها في القرآن الكريم؟ كل الاسئلة دي ان شاء الله هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. بس الاول اعمل لايك للفيديو دلوقتي عشان يوصل لغيرك ويستفيد، واشترك في القناة عشان ما تفوتكش الحلقات الجاية. كل اسبوع بتنشر مقدمة برامج في قناة تلفزيونية مشهورة بتوصف نفسها انها عالمة فلك تنبؤاتها لكل الابراج على صفحتها الخاصة على الفيسبوك اللي فيها حوالي 1.5 مليون متابع. وعادة منشوراتها العادية مش بيكون عليها تفاعل كبير، على عكس منشورها الاسبوعي عن الابراج والتوقعات اللي بينتشر زي الصاروخ وبيبقى عليه الاف الاعجابات. اما على اليوتيوب فحلقة توقعاتها لاهم احداث السنة اللي فاتت شافها اكتر من 2.7 مليون انسان. وكل سنة بنشوف حلقة تنبؤات الابراج والتاروت اللي بيقدمها الاعلامي عمرو اديب بتجيب ملايين المشاهدات. وكل القنوات التلفزيونية تقريبا في اول كل سنة بتستضيف خبراء الابراج عشان يحكوا لنا على اللي هنشوفه من احداث في السنة الجديدة. وقبل انتشار السوشيال ميديا كان قسم الابراج موجود دايما في معظم الجرايد والصحف اليومية. عشان كده كان كل اللي يعرفه الناس عن الابراج هو الفقرة الصغيرة دي اللي بيقروها في الجورنال كل يوم. واللي حابب يتعمق اكتر في الموضوع وهم نسبة قليلة جدا كان بيشتري احد كتب الابراج عشان يعرف اكتر. لكن مع انتشار الانترنت قدر اغلب الناس بسهولة انهم يتعلموا صفحات كاملة عن صفات ابراجهم، وانتشرت تطبيقات الابراج على الموبايلات اللي بتقدم لك تفاصيل برجك وتنبؤات يومية مفصلة مبنية على مواضع النجوم والكواكب. والموضوع بقى منتشر جدا عند الكبير قبل الصغير. فده يخلينا نسأل ازاي بدأ علم التنجيم والابراج اذا كنا هنسميه علم؟ خلينا بس الاول نفرق بين التنجيم وعلم الفلك عشان ما يحصلش لخبطه. فعلم الفلك بيدرس الاجرام السماويه والمجرات وبيعتمد على اسس علميه وتجميع للبيانات وتحليلها باستخدام تقنيات متقدمه في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ويعتبر من اهم العلوم الاساسيه اللي بتخلينا نعرف اكتر عن العالم الخارجي. اما التنجيم او فن التنبؤ فبيعتمد على فكره ان مواقع النجوم والكواكب بتاثر على حياه البشر، وان حركه الاجرام دي ممكن تكشف عن صفات الناس او التنبؤ بمستقبلهم. وظاهرة التنجيم موجودة من آلاف السنين. فكان الإنسان الأول لما بتختفي الشمس بالليل والدنيا تضلم بيتأمل السماء ويراقب القمر ومجموعات النجوم، وسماها بأسماء مختلفة، منها أسماء حيوانات أو أشخاص أو أشكال معينة بحسب الشكل اللي بيتخيله لما بيوصل خطوط وهمية بين النجوم دي في السماء. وكان البابليون القدماء رواد علم التنجيم، وهم اللي اكتشفوا علامات ورموز الأبراج ال 12 المعروفين دلوقتي من أكتر من 5000 سنة، وانتشرت في العالم كله وأثرت في ثقافة مصر القديمة والإغريق والرومان. واستنتجوا من حركات الأجرام السماوية إن النجوم بتحدد مصير الناس على الأرض، وبتعتمد علامات الأبراج على تقسيم مسار الشمس ل 12 قسم متساوي بيرتبط كل برج منها بكوكبة مرئية بتظهر في وقت معين من السنة. والأبراج دي بتتوافق مع عناصر الطبيعة الأربعة النار، وبتمثل الطاقة والعاطفة، ومنها أبراج الحمل والأسد والقوس. الأرض أو التراب وبتمثل الاستقرار والعملية، ومنها أبراج الثور والعذراء والجدي. الهواء وبيمثل الذكاء والتواصل، ومنها أبراج الجوزاء والميزان والدلو. الماء وبيمثل العاطفة والروحانية، ومنها أبراج السرطان والعقرب والحوت. وبتتوافق علامات الأبراج برضو مع الفصول الأربعة، فكل برج بيمثل وقت معين من السنة وليه صفات خاصة مرتبطة بالوقت ده.
ماشي، كلام جميل. المهم دلوقتي، ليه اغلب الناس مؤمنين بالابراج وتوقعاتها للدرجة دي؟ في بقى 5 أسباب رئيسية بتخلي الناس تؤمن بالأبراج وتتابعها. رقم 1، ضبابية وعمومية الأوصاف والتوقعات، وده بيخليها جذابة أكتر وقابلة للتصديق. ففي عام 1949 عمل عالم النفس الأمريكي برترام فورر دراسة من أهم الدراسات اللي بتفسر اهتمام الناس بالأبراج وغيرها من الظواهر الغريبة زي قراءة الفنجان وقراءة الكف. فجمع عدد من الطلاب بتوعه وقال لهم إنه عامل لهم اختبار نفسي، هيسألهم شوية أسئلة كده، وفي نهاية الاختبار هيدي كل واحد منهم وصف عن شخصيته بناء على نتائجهم في الاختبار، الا انه في نهاية الاختبار ادى كل طالب منهم نفس وصف الشخصية بالظبط، وبعدين طلب من كل واحد منهم انه يقيم لأي درجة يعتقد ان الوصف ده بينطبق على شخصيته. وكانت المفاجأة ان كل الطلاب تقريبا قالوا ان الوصف كان دقيق جدا ووصف شخصيتهم بالملي. ومن الجمل اللي استخدمها فورر في وصف الطلاب ال4 جمل دول: رغم انك منضبط ومتحكم بذاتك، تميل للقلق وعدم الأمان. من أهدافك الرئيسية في الحياة هو الشعور بالأمان. بعض طموحاتك تميل لكونها غير عقلانية. لقد وجدت أنه من غير الحكيم أن تكون صريحا جدا. ونتائج البحث ده جذبت علماء كتير ودرسوا الظاهرة وسموها مغالطة التأكيد الذاتي أو تأثير بارنوم، اللي بيشير لميل الناس لتصديق الأوصاف العامة على نفسهم اللي ممكن أساسا تنطبق على أي شخص. فمثلا من وصف برج الحمل إنه ليه قلب طيب وما بيقدرش يكره حد، وإن الأسد مبدع وعاطفي وإيجابي في تعاملاته، والعذراء وفي وحكيم وعاقل، وكلها صفات ممكن تنطبق حرفيا على أي شخص. ولكن برغم كل ده فالأبراج برضو بتخلي الناس تحس إنها خاصة بيهم، وعشان كده بينجذبوا ليها. ويا سلام بقى لو كان الخبير أو الشخص اللي بيتكلم عنها مشهور وليه مكانة كبيرة جدا عند الناس، فبيقتنعوا أكتر بكلامه. وده اللي بنشوفه في التلفزيون والسوشيال ميديا مع بداية كل سنة. فالسبب رقم 2 هو إحساس الناس إن الأوصاف والتوقعات دي خاصة بيهم ومتفصلة على مقاسهم، لأنهم فاهمين إن التنبؤ ده مبني على وقت ولادتهم بالشهر واليوم كمان. رقم 3، الطابع العام الإيجابي والمتفائل لتنبؤات وصفات الأبراج وعدم الصدام مع شخصية الإنسان، على عكس الاختبارات النفسية اللي بتكشف عن عيوب حقيقية عند الإنسان. وبتركز الأبراج على الصفات الإيجابية وبتقدم نصايح عن كيفية تجنب الأقدار السيئة. رقم 4، ربط الشخصية والأحداث بظواهر فلكية. فبتبقى حاجة مريحة جدا لما حد يقولك إن شخصيتك واحداث حياتك بتحصل بسبب حركات اجرام سماويه في الكون، بدل ما يكون السبب هو الجينات الوراثيه والعوامل والاحداث الخارجيه اللي بتشكل شخصيتك. فده بيخليك تحس كده انك مش مسؤول عن افعالك. وعشان كده زادت شعبيه الابراج والتنجيم في السنين اللي فاتت بعد ما بعد الناس عن الدين. رقم 5، حيله نفسيه اسمها النبوءه ذاتيه التحقق. زي انك الصبح قبل ما تنزل لشغلك تقرا في توقعات برجك انك هتقابل حب عمرك النهارده، فتفضل مركز مع كل بنت تشوفها لحد ما تشوف واحدة وتحاول تتعرف عليها، وبعدين تقول ان النبوءة اتحققت زي العبيط، مش انت اللي سعيت عشان تحققها بالعافية. على العكس بقى في رأي تاني قالوا علماء النفس الامريكان، فقالوا ان موسم ووقت ولادة الانسان بيأثروا على صفاته وشخصيته، والموضوع ملوش علاقة بالنجوم والاجرام السماوية. وفي عالم نفس امريكي من جامعة ولاية كونيتيكت اسمه مارك هاملتون وصل لاستنتاج غريب بعد دراسته للصفات الشخصية لأكتر من 300 شخص في مجال الفن ورجال السياسة والعلماء، وقارنها بوقت وموسم ولادتهم. والمفاجأة انه لقى تاريخ ولادة العلماء ورجال السياسة والفنانين في اشهر معينة من السنة، وبالتالي ابراج معينة. فاغلب المشاهير اتولدوا في الاشهر الممطرة اللي هي من ديسمبر لمارس، وفي الفترة دي بيزيد الابداع والذكاء والميل للوحدة والتأمل والبعد عن الواقع وغيرها من الميزات اللي بنشوفها دايما عند العباقرة والنجوم. وطبعا علماء كتير انتقدوا فرضية هاملتون، ولكن محدش قدر يثبت العكس لحد دلوقتي. وفي دراسة تانية افتكرتها دلوقتي. الدراسة دي لقت ان معظم لاعبي الهوكي المحترفين في امريكا الشمالية من مواليد الاشهر الاولى من السنة، ونسبة اللاعبين اللي اتولدوا في الاشهر الاخيرة من السنة ما تعديش 10%. ولأن التنجيم مش بس بيكتفي بادعاء الكشف عن نمط الشخصية، لا كمان بالتنبؤ بتوافق الشخصيات مع بعض. ففي أبحاث كتير اتعملت عن الموضوع ده. ففي دراسة حديثة اتنشرت عام 2020 في السويد استنتج منها الباحثون إن أبراج الأشخاص ملهاش أي تأثير على ارتباطهم بأزواجهم، وما أثرتش برضو على احتمالات الطلاق أو الانفصال عندهم. وفي تجربة شهيرة عملها متخصص علم الاجتماع الكمي ديفيد فاوس درس فيها أثر الأبراج في نتائج 10 مليون حالة
حالة زواج في بريطانيا سواء كانت كويسة او سيئة حسب ما بتقول كتب التنجيم وتتفق عليه عن الابراج اللي مفروض تتوافق مع بعضها في العلاقات والابراج اللي بتتنافر، لكنه ما وصلش لاي حاجة وطلع الموضوع فيستك ومش حقيقي، والابراج ملهاش اي تأثير في الزواج والعلاقات. وعن ظاهرة التنجيم وتوقعات الابراج بيقول رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور اشرف تدرس ان التنجيم ملوش اي علاقة بالعلم، وان المنجمين بيعتمدوا في تنبؤاتهم على تكرار الحوادث على حسب مواقع النجوم. فمثلا اذا اتكررت احداث سيئة عند اجتماع القمر مع كوكب زحل في مدار الجدي بيسجلوه عندهم على انه نذير شؤم، ومع الزمن وتكرار الحوادث عملوا جداول احصائية للاحداث وعلاقتها بالنجوم في السماء والتوقعات للاحداث دي بناء على اللي حصل قبل كده. وقال كمان ان الاجرام السماوية ملهاش اي تأثير على البشر وحالتهم المزاجية، والقمر هو الجرم الوحيد اللي بيأثر على الناس لانه قريب من الارض وجاذبيته بتأثر على المزاج العام للناس زي ما بيأثر على المد والجزر في البحار، ولكن الموضوع ده لسه بيتعمل عنه دراسات ومش اكيد. طب تعرف ان برجك اللي انت اتولدت عليه اصلا غلط وممكن تكون برج تاني مختلف؟ ايه الحكاية؟ من كام شهر انتشرت اخبار كتير عن تغيير الابراج الفلكيه، وده خوف ناس كتير لانهم فاكرين انهم كده فقدوا هويتهم وما بقوش عارفين هم تبع مين، خاصه ان المسؤول عن الاخبار دي هي وكاله الفضاء الامريكيه ناسا. فنشرت بعض المقالات بتزعم فيها ان الابراج كلها اتلخبطت ودخلت في بعضها، والسبب هو ظاهره اسمها الاستباق المحوري او البداريه. والظاهره دي بتقول ان النجوم بتتحرك حركه دائريه متغيره بتؤثر على مواقعها وبتغير مركزها، ونتيجة لده بيحصل تذبذب للأرض أثناء دورانها كل 25800 سنة، وبالتالي فمواقع النجوم في السماء اتغير كذا مرة على مر آلاف السنين. وده معناه إن الأبراج الفلكية اللي رصدها البابليون من 5000 سنة وبنوا عليها كل حاجة موضعها مختلف النهاردة عما كانت وقتهم. يعني ببساطة احنا كل السنين دي عمالين نقرأ الصفات الشخصية وتوقعات لأبراج مش بتاعتنا أصلا. اتفاجئت؟ خد التقيلة بقى اللي هتأكد لك ان موضوع الابراج ده هوكس من اوله لاخره. بس الاول هسألك سؤال، دلوقتي على حسب قوانين الابراج اللي حطها المنجمين وماشيين عليها، لو اتولد طفل في الصين وطفل تاني في مصر وطفل تالت في امريكا في نفس اليوم والساعة والثانية، مش المفروض انهم يكونوا كلهم نفس البرج وعندهم نفس صفات الشخصية ومستقبلهم واحد؟ بس الكلام ده في الحقيقة عمره ما حصل، واللي يأكد الكلام ده ان اصلا الابراج عند كل امة من الامم مختلفة عن التانية. فالابراج عند اليونانيين والمصريين والعرب هي الحمل والثور والجوزاء الى اخره، اما عند الصينيين فالابراج هي برج الفار والقط والحصان والديك والجاموس والتنين والماعز والكلب والنمر والثعبان والقرد والخنزير. واحد دلوقتي هيقول لي طب ما ايه المشكله يا عم، دي مجرد اسماء، لكن الصفات والتوقعات ثابته. ما انت لو كنت سبتني اكمل كلامي كنت هتعرف ان اسماء الابراج اللي بيحطها المنجمين عند كل امه بتدل على طباع الناس اللي اتولدوا فيها. هناخد مثال بسيط على كده. صفات مولود برج الحمل عند اليونانيين هي انه يكون صعب الميراث، سريع الغضب، قريب الرضا، سريع الانتقال من مكان لمكان، بيقول الحق ويكره الباطل وما بياخدش الا برأيه بس. فالمنجمين كل اللي عملوه انهم خدوا صفات حيوان الحمل وخلوها تبقى هي صفات كل مواليد البرج، ونفس الكلام حصل مع الصينيين. ده غير انه اساسا في اختلاف تاني هيدمر مصداقية الابراج دي تماما، وهي ان مدة كل برج عند كل امة مختلفة عن التانية. فمدة كل برج عند اليونانيين والبابليين والمصريين والقدماء كانت حوالي شهر، اما عند الصينيين فكل برج مدته سنة كاملة. هل ده معناه ان مواليد الصين السنة دي مثلا هيكونوا كلهم نفس صفات الشخصية ونفس الشبه؟ المهم اقتنعت كده ان مفيش حاجة اسمها ابراج ولا توقعات السنة ولا الكلام الفاضي ده؟ لسه. طب سمعت عن تجربة العالم الامريكي شون كارلسون اللي اتعملت عام 1985؟ ما سمعتش. بص يا سيدي، شون كارلسون ده فيزيائي كبير بمعهد لورنس باركلي للفيزياء. عمل دراسة على 100 شخص وحدد مواعيد ميلادهم بدقة، ورسم خريطة تنجيمية لتموضع النجوم والكواكب لحظة ميلاد كل واحد منهم. بعد كده عمل لهم كام اختبار نفسي كده عشان يعرف صفاتهم الشخصية، وبعدين جاب 28 منجم مشهور وحطوا قدامهم كل البيانات اللي جمعها بدون اسماء ال100 شخص اللي شاركوا في التجربة، وطلب من المنجمين انهم يوفقوا تاريخ ميلاد كل شخص
5% مع صفاته الشخصية. والمفاجأة ان النتيجة كانت صفر، ومعرفش اي منجم منهم انه ينجح في الاختبار البسيط ده رغم شهرتهم وخبرتهم الكبيرة في التنجيم، عشان الدراسة دي تأكد ان مفيش حاجة اسمها ابراج وان كل واحد ليه برج معين والكلام الفاضي ده. الابراج موجودة ومذكورة في القرآن زي ما جه في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وفي سورة كاملة اسمها سورة البروج. ولكن الابراج اللي مذكورة في القرآن زي ما فسر علماء المسلمين بيتكلم عنها كظواهر كونية بتدل على عظمة خلق الله وبدائع صنعه، مش كوسيلة للتنجيم ومعرفة الحظوظ. واصلا توقعات المنجمين بيكون 90% منها غلط، وال10% اللي بيبقى صح بيكون صدفة زي ما شرحنا بتيجي ازاي. وده يفكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدفوا. وفي رواية تانية: ولو صدقوا. فبالله عليك يا اخي بلاش حوار توقعات الابراج ده، لانه امر عظيم وكبيرة من الكبائر، وابعد عنه خالص وما تضيعش دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث تاني: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. لانه ببساطة لا يعلم الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ودي كانت الحلقة رقم 6 من سلسلة السحر. لو الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها اعملوا لايك للفيديو، ولو الحلقة وصلت ل 500 لايك ان شاء الله هكمل سلسلة السحر بحلقة من العيار الثقيل عن السحر والشعوذة في كرة القدم، وهتعرفوا فضايح لنجوم كورة ومدربين زي بوجبا وانشيلوتي، ولعنة سحر الجوجو في افريقيا اللي بتصيب الاندية والمنتخبات. فقولوا لي رأيكم، عايزين اكمل السلسلة ولا اتكلم عن موضوع تاني؟ قولولي في الكومنتات. ويلا اشوفكم الحلقة الجاية وسلام.